الاول مش عايز يكبر الموضوع، عايز يلمه. يا ابني يا حبيبي ما تخرجوش من المعسكر، والله يا كابتن، يا كابتن ده رايحين هنا بس في الباركينج وراجعين. الفات نص ساعه شيكابالا كلم صبحي والزناري. صبحي قال لشيكابالا احنا بنجيب اكل بس وراجعين. يا جماعه الكلام اللي بيحصل ده ما يصحش، ارجعوا. برضه شيكابالا عايز يلم الدنيا قبل ما يصعد، وده كلام 100 بتاع قائد بحقه حقيقي، وده دور الكابتن، بيلم الدنيا قبل ما توصل. بعد شويه طبعا بعد شويه كويسه يعني صبحي والزناري رجعوا. كان شيكابالا اوريدي خلاص بلغ الكابتن عبد الواحد السيد، وبلغ كابتن مدحت، وبلغ عبد المنصف، وبلغ الجهاز يعني، والناس كلها قاعده في ريسبشن. تخيلوا الزمالك عنده ماتش تاني يوم، وشيكابالا وزيزو وعمر جابر واللعيبه واللعيبه اللي هتلعب واللي موجوده قاعدين لغايه 4 الصبح في الريسبشن بيحلوا مشكله زي دي. تكسب ماتش كوره ازاي؟ وموضوع عامل قلق كبير للفرقه كلها، اللعيبه كلها صاحيه عارفين ان فتوح وصبحي والزناري جم المعسكر بلبس خروج وخرجوا يسهروا. فشيكابالا، ودي الصدمه الكبيره يعني بالنسبه لي، كلم فتوح يعني بيقول له يا ابني ارجع عشان عندنا ماتش بكره. قال له هو انتوا عايزين مني ايه؟ انا مش هرجع الا بعد ما اخلص سهرتي. قال له ازاي يا ابني؟ ارجع. قال له انا بقول لك مش هرجع لما اخلص سهرتي، انا هرجع الفجر. هنا كابتن عبد الواحد السيد بلغ شيكابالا ان هو يبلغه ان ما يرجعش على المعسكر، وان هدومه هتبقى جاهزه في الريسبشن. والقصه يعني يعني ده الموقف بالظبط يعني، عشان تبقوا عارفين حضراتكم ايه اللي بيحصل. طبعا عبد الواحد السيد زي الكرة ما بتقول طلعهم على المسرح. انت النهارده اللعيب مش همه انت مين، ولا بيحترم حد، ولا بيحترم المجموعه، ولا بيحترم المدرب، ولا بيحترم الجهاز الفني، ولا بيحترم جماهير ناديه اللي عملت اسمه، ولا بيحترم نفسه. كل حاجه خلاص باع القضيه. باع القضيه بقى عشان هو متفق مع نادي تاني، باع القضيه عشان دي مش قصتنا، دي مش القصه بتاعتنا. لكن فتوح وصبحي والزناري باعوا القضيه خلاص. خاصة فتوح يعني بقول لكم كابتن الفريق بيكلمه اللي هو كابتنه، بيقول له ارجع عشان الم الدنيا. بيقول له هو انتوا عايزين مني ايه؟ انا مش راجع الا بعد ما اخلص سهرتي. انا القصة سمعتها وانا بصراحة كنت فاكر نفسي وانا بلعب ان انا كنت فاجر. يعني انا وانا بلعب عملت حاجات كنت فاكر يعني ايه، كنت قبل الماتش ممكن ب3 4 ايام كده ايه ممكن ازوغ من المعسكر، بس لابس لبس المعسكر ومتفق مع عيال بتوع امن يخرجوني من باب على جنب عشان واحد صاحبي مستنيني بعربيه في الشارع الناحيه التانيه. بيني وبينكم عملت كل الكلام ده، بس مش ليله الماتش، ومش بلبس خروج، ومش بالبجاحه دي. انا عمري ما شفتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تصرفات غير محترفة من لعيب زي فتوح خير الزمالك عليه. المفروض انه يحترم نفسه، يحترم النادي بتاعه، يحترم جماهير النادي، ويستمر مخلص للنادي لغاية آخر لحظة من التعاقد بتاعه. ده المفروض سلوك أي لاعب محترف في أي نادي أيا كان اسم النادي ده، لأنه بيقبض منه، وكل اللي فيه فتوح نتيجة وجوده في نادي الزمالك. حتى لو هيسيب نادي الزمالك بعد شهور معدودة لازم نحترم التعاقد بتاعه واستمر في عطائه لناديه لغاية آخر لحظة. ده سلوك اللعيبة المحترمة. لكن أي لعيب تاني بيعمل سلوك زي اللي عمله فتوح دوت، أكيد هنقول عليه إنه لعيب مش محترم. وإحنا كأهلاوية لو فتوح بالأخلاق ديت ما شرفناش إنه يجي عندنا النادي الأهلي. رغم كل الصيت اللي واخده فتوح، وأنا شايف إنه صيت مبالغ فيه، أنا كأهلاوي ما أحبش إن لعيب زي دوت وبالأخلاق ديت
يجي عندنا في النادي الأهلي. إحنا الأهلي ليه سياسة، ليه منظومة طول عمرها الاحترام والمبادئ أهم حاجة فيه. ما نتمناش إن يجي لنا لعيب زي دوت يبقى فاكر نفسه إنه أحسن لعيب في الدنيا، يفرض شروطه على النادي بصورة مبالغ فيها. أنت مش لعيب عالمي عشان يدوك المبالغ دي كلها. ولو ده حصل بقية اللعيبة هتقول إيه؟ عايز تسيب النادي سيبه يا عم، بس خليك مخلص لغاية آخر دقيقة. ده الحق والعدل بيقول كده. أنت كده كده قابض، والخير كله اللي أنت فيه من نادي الزمالك لغاية اللحظة اللي إحنا فيها دي. هسيبه بعد شهر، بعد اتنين، بعد تلاتة، مش مشكلة، سيبه. مش عايز تكمل ما تكملش، ولكن مش معنى كده إنك ما تحترمش التعاقد بتاعك. نتمنى من كل اللعيبة يكونوا مخلصين مع الأندية بتاعتهم لغاية آخر لحظة، لأن ده السلوك الاحترافي اللي إحنا نحترمه ونقدره. غير كده يبقى أونطة وبكش وقلة أدب. كنت أهلاوي أصيل، من عشاق الرياضة المصرية. ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.